طاقتك ضعيفة، حاسس بإحباط، حاسس إن كل اللي حواليك بيخذلوك، مش عارف ترفع من روحك المعنوية، بتحاول وبتقاوم ومش قادر. طب معقول احنا هنسيبك كده؟ الحل في ايه يا جماعة؟ الحل تتلخص في كلمة الأهرامات. الأهرامات ده لغز حير كل علماء العالم من كتر ما هو أداة وطاقة مولدة لطاقات إيجابية عالية جدا جدا. لا، اللي أبعد من كده إن الشكل الهرمي من الأشكال القوية جدا جدا في معالجة الذات ورفع الروح المعنوية. عايزة أقول لكم إن أنا وأنا في الصين رحت مكان كان فيه استشفاء، شفت حاجة غريبة جدا. الناس قاعدة وحاطين على رؤوسهم من فوق زي قرطاس كرتون على شكل هرم. أنا استغربت. طبعا مفيش استغراب في علوم الطاقة، لأن كل رمز أو كل إشارة ليها مدلول معين. فاكتشفت إن الرمز ده أو الشكل ده بيعلي من طاقة الذات الإيجابية. متخيلين إن الرمز أو الشكل ده يستخدم في الاستشفاء الطاقي؟ فما بالك لو أنت في الهرم، فما بالك لو رحت الهرم. لو متضايق ومحبط روح الهرم، روح استشفى، روح قوي روحك المعنوية، روح استمد أعلى طاقة إيجابية في الكون كله، مش في المكان بس، في الكون كله. بيجوا من بعيد قوي 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 وبيحسوا نفس الإحساس لما أي حد يروحوا. جربوا وروحوا وشوفوا الرمز ده أو الشكل ده. على قد ما هو معجزة ما زال محيرة العلماء، وما زال كل يوم عمالين يقولوا استكشافات جديدة، وما زال تحت البحث يعرفوا سر الأهرامات الثلاثة وسر عظمتها وسر طاقتها. روح انت كمان كده على محدودية تفكيرنا، روح ما تسيبش الفرصة دي من ايدك. استمد طاقة قوية، طاقة إيجابية. لما تلاقي ولادك محبطين ما بيذاكروش، قاعدين كده في حالة خمول، نعمل ايه؟ ما احنا مش هنسافر بقى نعمل الاستشفاء الطاقي بالكراتين، لا ده احنا عندنا الهرم يا جماعة. خديهم زيارة الأهرامات وشوفي الطاقة اللي هيستمدوها هناك، وشوفي قبل وبعد ايه اللي هيحصل معانا. الكلام ده كلام علمي جدا، مش بنقول كلام كده وخلاص. الكلام ده مجرب وناس كتير قالوه، جربوه وشوفوا عظمة أهراماتنا الثلاثة وطاقتها العالية واللي بتأثروا فينا. كنت معاكم في طاقتك.